كل ما تدخل انترفيو تترفض بسبب النطق، او لما تيجي تبعت ايميل الناس دايما بتقولك في الشغل ايه يا عم الايميلات اللي انت كاتبها دي كلها اخطاء سواء سبيلنج او جرامر. او الاكثر احراجا لما تكون بتقدم سبيتش او موجود في ايفنت وتكون بتنطق غلط بعض الكلمات المتعارف عليها في المجال في الانجليزي. ده هيكون موضوع الكورس بتاعنا. هنتكلم عن اكتر الاخطاء الشائعة اللي بتحصل في اللغة الانجليزية. هنتكلم في الاخطاء اللي بتحصل اثناء التحدث او اثناء الكتابة، في المهارات المختلفة او في الجرامر، البونكتويشن، السبيلنج او البرونانسيشن. الكورس ده هيكون مفيد جدا لو انت بتقدم على منح، بتقدم على وظائف، بتدخل انترفيوز، او بتروح ايفنتات، بتقدم بيتشز او بتحضر ايفنتات في مجالك، وعايز يبقى الكلمات اللي بتنطقها والاصوات اللي بتنطقها في اللغة الانجليزية تكون مظبوطة. الكورس ده هيساعدك تتفادى المواقف المحرجة والمحبطة اللي بتحصل بسبب الاخطاء، ان حد مش فاهمك ويقولك ايه انت تقصد ايه وكرر تاني كده، او ان الكتابة بتاعتك مش احسن حاجة فتترفض من الوظيفة او الفرصة اللي انت بتتمنى انك تروحها. هكون معاكم في الكورس ده بسمة عبد الحميد، بقالي اكتر من 13 سنة خبرة في تدريس اللغة الانجليزية. درست في مؤسسات تعليمية كتير جدا، ودرست بالذات للناس اللي بتدخل انترفيوز كتير وطلاب المنح والناس اللي بتحب تقدم على اي بروفيشنال كونتكست زي الايفنتات وبيطلعوا في بودكاست وفي تي في بروجرامز، فبيبقى دايما عندهم اخطاء شائعة تحتاج ان هي تتصحح في اللغة الانجليزية. هكون سعيدة ان انتوا تبتدوا معايا الكورس ده، ويلا بينا نبتدي.